السلام عليكم. الا كنتي كتقلبي على شي كيكه كتوجد دغيا خفه نزربان وكتجي لذيذه وكنتي من عشاق الشوكولاته، جربي هاد الكيكه كتجي رائعه لذيذه، والاهم انها دغيا كتحضر في وقت وجيز وكتجي معلكه ولذيذه ما تشبعوش منها. كما كتلاحظوا معايا كي كتجي الكيكه ديالنا عن قرب راه كتجي ولا اروع، ديريها بعينك مغمضين، والاهم انها دغيا كتوجد. في الكاس ديال الخلاط كنديروا قبيصه ديال الملحه، جوج حبات ديال البيض، نصف كأس من السكر الخشن أو السكر سنيدة، اللي كيبغي الحلاوه يدير حتى الكاس عامر، نصف كأس من زيت نباتي، وغادي ندير كذلك كاس ديال اللبن. بعد ما كنضيفوا اللبن المكونات كاملين راه عبرتهم بالكاس ديال العنبه، كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان، من بعد كنفرغوهم في واحد الاناء اولا في واحد البول. كنضيف ساشي ديال الفاني، نسيت ما درتهاش من الاول، وكنضيف كذلك جوج معالق كبار من الكاكاو المور، وجوج كيسان من الدقيق الابيض، جوج اكياس من البيكين باودر اولا خميره الحلويات، المجموع 16 غرام. ضروري كنغربلو النواشف وكنخلطو مزيان حتى كينسجم لينا الخليط ديالنا. بعد ما كينسجموا لينا المكونات بشكل جيد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نخلطو مزيان باش كنمشيو هكا الخل في الخليط ديالنا. بعد ما كينسجم لينا الخل بشكل جيد غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الكركاع اولا الجوز، كنديروه هكا وسط الكيك كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع لهذا الكيك. مباشره كنفرغوه في مول، انا استعملت هنايا المقله ثقيله فرشت ليها ورق الزبده وكندخلها للفران حتى كطيب، كتجي خفيفه بهذا الشكل هذا. مباشره كنوضعها في طبق تقديم. وبالنسبه للتزيين درت هنايا 100 ملي من الكريمه السائله، سخنتها مزيان وكنضيف ليها الشوكولات، كنحاولوا هكا نخلطوا مزيان حتى كيذوب لينا داك الشوكولاته السوداء اللي درنا ليها، وكنتكيو مزيان هكا بواحد السكين الكيك صافي، كنسقيوها بديك الكريمه مع الشوكولات. كنحاولوا هكا نمشيو داك الخليط باش كيدخل لينا الداخل ديال الكيك صافي، وغادي نخليوها حتى كتشرب مزيان وكتبرد. عاد كنزينوها، زينت هنايا بالشوكولاته ديال الدهن. التزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر. كما قلت لكم زينت هنايا بالشوكولاته ديال الدهن وكذلك الكركاع اللي مهرمش هكا، قطعته غير قطع اللي كيكونوا باينين وزينت به. وكنقدموا الكيك ديالنا هكا مع كويس ديال الاتاي ولا كويس ديال القهوه، كتجي رائعه لذيذه ما تشبعوش منها. وبهكا كنوصلوا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو اللي شاركت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا الكيك، حيت فعلا كيستحق التجربه وكيجي لذيذ ما تشبعوش منه. كما كتلاحظوا معايا كي كيجي عن قرب راه كيجي الكيك ديالنا ولا اروع. شوفوا معايا كي كتجي الكيكه هكا من الداخل راه كتجي مشاربه واكيد لذيذه، والاهم انها دغيا كتحضر، ما تجي فين تعمر كويس ديال الاتاي ولا كويس ديال القهوه حتى كتكون الكيكه ديالك واجده وتقدميها لعائلتك بعينك مغمضين. كنقدموها بالصحه والراحه.